بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في ظل الغلا الفاحش اللي احنا فيه، طبعا اللي نقدر نعمله في البيت نعمله عشان نوفر في الميزانية والاقتصاد بتاعنا. النهاردة ان شاء الله هنعمل الشوكولاتة القابلة للدهن، وهنعمل الحليب المكثف او اللبن المكثف بالشوكولاتة، ودي اول مرة هتتعمل على قناة وتحدي. النهارده هنعمل شوكولاتة قابلة للدهن، عايزة اقول لكم طعمها زي بتاع بره بالظبط، يعني نقول مثلا بنسبة 90%، ولما تطلع بنسبة 90% تبقى طعمها ممتاز. شايفين الشوكولاتة ناعمة جدا وبتلمع ازاي؟ تعالوا نشوف وصفتنا دي عملناها ازاي. بس قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، ويلا بينا نبدأ ونشوف وصفتنا عملناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنقول مقاديرنا. عندي كوبايه سكر بودر، ولو ما عندكيش سكر بودر ممكن تطحنيه وتعملي تجيبي كوبايه، بس اهم حاجه تنخليها مره واتنين عشان ما يبقاش في اي كتر. عندي معلقتين نسكويك كبار، ومعلقتين كاكاو خام بس ما يكونش مر علشان ما يمررليش النيوتيلا او الشوكولاته بتاعتي. ديت عندي دي كوبايه حليب او لبن بودر. طبعا كلها حاجات موجودة في البيت، ولو حتى حاجات هتجيبيها تبقى كميات قليلة. كوباية زيت بس يكون زيت ملوش ريحة، يكون زيت كويس. وكان عندي 3 أكياس نسكافيه بطعم البندق، ولو ما عندكيش هاتيهم بالواحدة كده، كيسين أو واحد أو 3، كل ما بتكتريه بيدي طعم النوتيلا بالبندق، بتبقى جميلة. وكان عندي بصراحة عندي حبة كاب ايه حبة بندق كده في التلاجة، فقلت اخدهم استفيد بهم بالمرة. يعني دول كانوا حوالي مثلا 8 كيلو 125 جرام. فانا لو ما عندكيش البندق دوت ممكن تجيبي من عند اي عطار، بتجيبي اسانس بندق او ريحة البندق. لكن انا عشان كان عندي البندق فانا قلت ايه مش هستعمل الاسانس بتاع البندق. فدوت انا هاخد البندق بتاعي، وهجيب حوالي نص كوبايه دقيق وهحطه مع البندق في الطاسه بتاعتي وعلى البوتاجاز، وهدي البوتاجاز واقلب اقلب لغايه ما لون البندق يبدا يتغير. الدقيق عندي يبدا يغمق. لما الدقيق يغمق وتقلي البندق سخن قوي، هتطفي البوتاجاز وتسيبيها لما تهدى خالص، وتقعدي تقشريها تلاقيها اتقشرت بايدك. ما تقشرهاش وهي سخنه علشان القشره ما تجلدش في في البندق. اسيبها لما تبرد وتهدى وبعدين نقشرها، فهتلاقيها اتقشرت معاكي بكل سهوله. هناخد حاجتنا نحطها على جنب كده، وهنبدأ أول حاجة هنعمل الحليب المكثف السريع. احنا عارفين الحليب المكثف العادي بتاعنا، احنا هنعمله النهاردة بالشوكولاتة. طبعا جديد وحصري وطريقة جديدة. هنعمل الحليب المكثف، ومن الحليب المكثف هنبدأ نعمل الشوكولاتة القابلة للدهن أو النيوتيلا بتاعتنا. هسمي الله. في بولة فاضية حطيت السكر، حطيت الحليب أو اللبن البودر بتاعي، طبعا زي ما قلت لكم السكر نخليه. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وشيروه ايه لاكتر عدد عشان ايه الجميع يستفيد منه. حطيت عندي ال3 اكياس نسكافيه اللي هو بطعم البندق، افرغهم كده فيهم معاهم انا دلوقتي. وعندي مكعبين شوكولاته كانوا في التلاجة فبشرتهم. عندك ماشي، ما عندكيش مشكله، ممكن تحطي الكاكاو. انا حطيت مكعبين شوكولاته او ما يعادل 40 او 50 جرام شوكولاته، اي شوكولاته عندك. انا دلوقتي بعمل الحليب المكثف او اللبن المكثف، بس بعمله بطعم الشوكولاته. هقلب كله مع بعض. عندي كوبايه ميه مغليه، انا عندي كوبايه ميه مغليه عشان اعمل الايه النوتيلا بتاعتي. لكن انت لو هتعملي حليب مكثف بس، ابدأي بنص كوبايه. نص كوبايه لان احنا لما نضرب هيتقل، هو اما يبرد هيتقل. فانت ابدأي بنص كوبايه. لقيتيه تقيل وانت بتعملي زودي ربع كوبايه، يعني ما تزوديش اكتر من كوبايه الا ربع، علشان ايه احنا هنعمل حليب المكثف ونشيله في التلاجة لاستعمالات ايه نستعمله في الحلويات. لكن انا حطيت كوبايه عشان يبقى القوام بتاعه خفيف، لان انا لسه هضيف حاجات تانية عشان اعمل النوتيلا. تضربيه بقى في الخلاط، تضربيه في الهاند بلندر اللي عندك، اضربيه قوي قوي لغايه ما ينعم مع بعض كده وما يبقاش فيه اي تكتلات. هنضيف معلقه زبده، اي معلقه زبده عندك، واضربي في الخلاط تاني، واضربي بالخلاط او بالهاند بلندر. بعد ما هضرب لازم، شايفين القوام بتاعي، انا بعد ما ضربت هضيف بقى عندي النسكافيه بتاعي، وهضيف النسكويك والايه والكاكاو. ما عندكيش نسكويك ده مش اساسي، ده كان عندي فقلت استخدمه. ممكن تحطي 4 معالق كاكاو، بس اهم حاجه الكاكاو ما يكونش مر، كاكاو خام بس ما يكونش مر. اقلب، قلبي قوي 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 بقى كده بحيث ان ما يبقاش في اي تكتلات، والخليط كله ينتزج ويندمج مع بعضه. بعد ما هتقلبيه كده كويس قوي، هتجيبي بوله فاضيه وتصفيه علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. لازم نصفيه عشان يبقى صافي كده وايه كله ايه بنعم. تعالوا بقى للبندق بتاعي. هجيب البندق وهحطه في المطحنه بتاعه الخلاط،
عندك كب ماشي، ما عندكيش زي كده في مطحنه، هنعمله ايه، نحطه في المطحنه بتاعه الخلاط وايه وهنطحنه قوي قوي. انت بقى عايزاه يبقى ناعم قوي قوي قوي، ممكن تخليه ايه بعد ما تضربيه وتطحنيه، حطي عليه معلقه زيت، معلقه زيت واحده ومعلقتين وطحنيه. انا كده صفيت الخليط بتاعي. نجيب بوله فاضيه بقى عشان نبدا نعمل النيوتيلا بتاعتنا. ده كده الحليب المكثف بتاعنا، حليب بالشوكولاته او المكثف بالشوكولاته. تعالوا بقى نجيب الزيت بتاعنا، هنبدا نعمل النيوتيلا بتاعتنا او الشوكولاته قبل الدهن. الزيت عندي يكون زيت ملوش ريحه، يكون حلو، اضربيه في الخلاط او اضربيه بالهاند بلندر عشان يديك لون فاتح ويفتح زي ما انت شايفه. حطيتي البندق اضربيه برضو، إيه، كل ما تحط حاجه اضربيه اضربيها، بس أنا ما ضربتهاش. حطي بقى الخليط بتاعك واضربي بقى، بصي ضربا مبرحا. قطعي نفس الايه الخليط دوت بالهاند بلندر او بالخلاط اللي موجود عندك متاح، اضربيه قوي قوي هتلاقيه يتقل، كل ما تضربيه هتلاقيه يتقل. هوريكم قوامه في الاخر، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حاجه كده جميله وريحته جميله وبالظبط طعمه زي اللي بره بالظبط. بص القوام تقل ازاي، ده لسه كمان خلي بالكم هو دافي، لسه لما يبرد ويهدى كمان هيكون ايه، هتتقل شويه. الميزه بقى في النيوتيلا اللي انا عاملاها دي، ان انت بعد ما تبرد وتتقل شويه حطيتيها في التلاجة، حطيتيها على الرخامه. انا نسيت اقول لكم ان انا ضفت ربع معلقه ملح ليمون. ضفت من ربع معلقه ملح ليمون، دي ماده حافظه للنيوتيلا بتاعتك، تقعد عندك سنه، تقعد مش هيجرى لها اي حاجه ولا تبقى زي الفل. بص القوام بتاعها ده لسه كمان، لسه ما تقعد بتتقل شويه، والتخانه بتاعتها او السمك بتاعها والتقل بتاعها ما بيتغيرش. حطيتها في التلاجة، حطيتها في المطبخ زي ما هي ثابته. الماده الحافظه بتاعتها مش هتخليها تبوظ، اللي هي ملح الليمون اللي احنا حاطين ربع معلقه. بص بقى، بص ما تحطيها بسم الله ما شاء الله بعد ما بردت شويه. بص اللمعان اللي فيها والنعوميه اللي فيها. وانا قلت لك اضربيها وضيفي على البندق كمان معلقه زيت فتنعم اكتر. بص بسم الله ما شاء الله، ونفس الطعم بتاع بره، مش هتعرفي تفرقيها عن طعم بره. بجد بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي قوي قوي، تستخدميها في حشو الفطاير، في الحلويات، جميله جدا. وصفتنا كده النهارده خلصت، ويا رب تكون عجبتكم. عملنا وصفتين في وصفه. الحليب المكثف عملتيه من غير انت تشيليه في التلاجة، باب التلاجة، هنضيفه نعمل النوتيلا وكده. والصبح خلصت، واستودعكم الله، والى لقاء جديد، والسلام عليكم.